السلام عليكم متابعينا الكرام. قبل الخوض في سرد تفاصيل وأطوار جريمة اليوم، لا بد لي أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي كتنبيه للعامة للمواطنين. هي أنه قبل دابا 3 أيام بالضبط بمدينة أكادير وقعت واحد الجريمة. كاينين دوك الاشخاص، دوك الشباب اللي كيخدموا مع بعض الشركات ديال لي بارفان ديال لي دونتيفريس، يعني المعجون الاسنان، كيطلعوا لي موبل، كيبقاو يدقوا على الشقق، كيقولوا لهم السلام عليكم السلام، الا خديتوا من عندنا مثلا هذا البارفان كنعطيوكم هذا الدونتيفريس وكذا وكذا وكذا. كاين اللي كياخذ هاد الخدمه هذه كوسيله كيترزق منها الله، وكاين اللي كياخذها وسيله باش يقوم باقتراف الجرائم ديالو. دابا قبل 3 ايام واحد الموبل، واحد السيده دق عليها واحد السيد، هو واحد السيده، السلام عليكم السلام، حنا كذا، والناس كبار في السن شويه بحسب ما وصلني بانه كيتجاوز السن ديالهم 40 سنه. دقوا عليهم قالوا له لا لا، خصك هذه خصك هذه. السيده فتحت الباب، خرجت كتشري من عندهم. هذاك خينا اللي معاها هبط لتحت، بقات هذيك السيده واقفه معاها كتبيع عليها. واحد اللحظه قالت لها انت شوفي غادي تشري من عندي هذا المنتوج، هذا واحد المرهم. قلت لها انت فتحيه. هما متعمدين ان هذاك القنينه ديال المرهم تكون مسدوده باحكام، يعني تكون صعيب يتحل هذاك القفاله ديالها. ما بغاش تحلم. قالت لها شوفي الا عندك شي حد في الدار، لا راجلك ولا شي ولدك يفتح لينا هذا. قالت لها لا، ما كاين لا راجلي لا ولدي، كاينه انا وبنتي صغيره. هنا السيده لما سمعت بانه هذه خطه مديرينها باش تعرف واش كاين شي حد في الدار او لا. مني السيده قالت لي راه ما كاين حتى شي واحد، جبدت واحد الكليموجين، واحد الماده، رشاتها لها في العين ديالها ودفعتها طيحتها الارض. دارت لها شي ماده اللي منومه، اللي لحد الان مازال ما تعرفش ديك الماده اشنو الاسم ديالها او شنو المصدر ديالها، لكن السيده فقدت الوعي. طلع هذاك خينا اللي معاها، هزوا داكشي اللي خصو يتهز من الدار وهبطوا في حالياتهم. ولكن لحسن الحظ راه تم الضبط ديالهم وطلق عليهم القبض. ولكن شنو المفاد من هادشي كامل؟ هو الانسان يرد باله. جا عندك شي حد، ما نفتحش لي انا الباب كاع، ندير عندي مثلا الباب ديال الشبكه، نفتح غير الباب ديال هذا ونهضر معاه من الباب ديال الشبكه. كنت غنشري ما غنشريش، ما غاديش نشري. الانسان يرد البال ديالو مزيان. وباش ما نطولش عليكم، هذا كان كتنبيه. ندخلوا مباشره في سرد تفاصيل واطوار جريمه اليوم. في سنه 2006 بمدينه الجديده، واحد البنت اللي في عمر تقريبا ديك 22 سنه. هاد البنت هادي خدامه في واحد سناك محل لتقديم المأكولات والوجبات الغذائيه. هاد البنت انسانه داخله سوق راسها، بهذا المعنى خدامه على راسها وعلى والديها. هي من اسره كتكون من الاب والام، وعندها واحد خوها صغير في عمره ديك 14 سنه. عائله على قد الحال. هاد البنت هادي لما وصلت للبكالوريا ما قدرتش تكمل الدراسه ديالها، لانها كانت بالنسبه لها خصها تخرج تخدم. الوالد ديالها اللي هو كان المعين الوحيد لهاد الاسره وقع ليه واحد حادث شغل، كان خدام في الجرف واضطر يخرج من هذيك الخدمه. هاد البنت مسكينه ضحات بقرايتها وبمستقبلها على ود والديها، اضطرت انها تنقاطع الدراسه ومشات كتقلب على خدمه، حتى خدمت في هاد السناك. خدمت تقريبا واحد المده ديال 3 شهور. وهنا شنو غادي يوقع؟ هذاك مول السناك صاحب المحل عجبته هاد البنت اللي خدامه معاه، بانت ليه انسانه معقوله وفيها المعقول، وهضر معاها في هذا الموضوع ديال الزواج. قالت لي مرحبا، الا قصدك شريف تقدم لموالين الدار ومرحبا بك. وبالفعل هادشي اللي كان. جا لدارهم كيخطب فيها، توافقوا على الزواج وتزوجوا، داروا العرس ديالهم وتزوجوا. هاد البنت لما تزوجت بهاد السيد هذا، ما بقاتش كتمشي تخدم مع راجلها في داك السناك، بل قال لها صافي انت دابا غير جلسي في الدار، واللي خصاتك انا نجيبها لك، وهادي الحمد لله حنا ميسورين، ووالديك راه نصيفطوا لهم الفلوس المصروف، ماشي مشكل. تقبلات هي الفكره ديال انها تجلس في الدار وتقابل دارها والامور المنزليه. ولكن مع الاسف هاد الزوج ما غاديش يكون زوج صالح، هاد الزواج ما غاديش يكمل. السيد ولا كيعاملها واحد المعامله ناقصه، واحد المعامله اللي كتحط من الكرامه ديالها لهاد الدرجه هادي. السب، الشتم،
البنت مسكينه استنجدات بام الزوج ديالها موت راجلها، قالت له ربما ام راجلي تدخل بخيط بيض وتهضر مع ولدها، ما يبقاش يعاملني بهذه المعامله الدنيئه. ولكن مع الاسف ام الزوج طبيعه الحال غتجي في صف ولدها. هنا هاد البنت بدات كتشوف بان حياتها الزوجيه مع هاد السيد غداو كتدهور، وبانه ما كاينش امل الاستمراريه في هاد العلاقه هادي. وصلت واحد الوقيته ولات هي كتطلب منه الطلاق، السيد ما بغاش يطلقها. وهنا نمشي لواحد النقطه، بانه كاين بعض الناس سواء رجال او نساء عندهم هذيك المساله ديال الحب التملك. مثلا الراجل كيعرف بان هاد السيده هذه كتبغيه، كيعرفها بانها كتبغيه ديال بصح، كيحسبها شي حاجه ديالو، كيبدا يعتبرها بان شي حاجه في الملك ديالو. الوقت اللي بغاها غيلقاها، يدير اللي بغا، يخونها، يدير يسبها، يشتمها، كيقول راه ديالي كتبغيني، ما عندها ما دير، ما عندها فين تمشي. بحال هاد السيد هذا اللي هاد البنت الناس شاده معاه الطريق، بغاتو، صابره معاه، ولكن هو كيف قلنا حسبها شي حاجه ديالو رغم انه كيبغيها. والدليل على ذلك انه لما طلبت منه الطلاق ما بغاش يطلقها، ولكن هي عرفت بان هاد الحياه هذه مستحيله مع هاد السيد. اش دارت؟ مشات طلقت راسها براسها، رفعت دعوه طلاق الشقاق، وسمحت في حقها ومشات لدارهم. ولكن هاد البنت لما طلقت من هاد السيد بقى كيتبعها، كل مره يجي لدارهم يطلب من والديها انها ترجع ليه. مشات مسكينه خدمات كيتبع للخدمه، ولكن البنت خدات قرار نهائي، خرجت مره اخرى كيف قلنا كتقلب على خدمه، وعرفت بان هاد السيد ما يصلحش لها. ولكن هو بقى كل مره يتعرض لها في الشارع، كل مره يجي لدارهم والديه كيقولوا لي ودي الا بغاتك راه ترجع معاك. حتى لواحد النهار هاد البنت هادي جات تقدم لها واحد السيد ولجيرانهم، ولكن البنت الى حدود هاد اللحظه رفضات شي حاجه سميتها الزواج. قالت لي اسمح لي انا ما بقيتش باغا نتزوج، والزواج ما بقيتش باغا نفكر فيه دابا. وبقات خدامه على والديها وخوها الصغير حتى لسنه 2006. هاد البنت تقدم لها واحد الشاب، هاد الشاب هذا كيخدم مونيتور في واحد المدرسه، مدرسه تعليم السياقه. جا لدارهم كيطلب يديها الزواج على سنه الله ورسوله، وبالفعل البنت وافقت على الزواج من هاد السيد هذا، وداروا العقد واتفقوا على النهار المحدد للعرس. وهنا شنو غادي يوقع؟ نهار العرس والناس كيوجدوا، وهاد البنت اللي هي العروسه كتسنى في العريس يجي، ولكن العريس ما جاش، تعطل. مو خوتو وصحابو كيتصلوا به كيلقاو التليفون ديالو خدام ولكن ما كيجاوبش، التليفون ديالو شاعل ولكن السيد ما كيجاوبش. كلشي تهول، كلشي ولا كيقلب، ياك ما الولد وقعت ليه شي حاجه، ياك ما الوقت الولد دار شي حادثه سير، شي كارثه وشي مصيبه. حتى لواحد اللحظه جاو شي صحابو عند الام ديالو كيقولوا لها ولدك راه لقيناه ميت في الطوموبيل ديالو، لقاوه مقتول في السياره ديالو، ولكن حنا ما غاديش نقولوا مقتول على اي، لقاوه ميت في السياره ديالو حدا الحي الصناعي. مشات الام ديالو خوتو شافوا الولد لقاو فعلا ميت، تخبروا البوليس بالامر اللي انتقلوا لعين المكان على الفور. وبحسب المعاينات الاوليه كيلقاو بان الولد ما فيه لا طعنات ولا اثار العنف ولا والو نهائيا. الولد ما فيش اثار العنف، الولد ما تضربش، الولد لابس مزيان، لابس داك الشيء لابس داك الكوستيم ديال العرس وانيق في الشكل ديالو. البوليس انتبهوا لواحد القضيه، انه كاينه واحد الكانيطه ديال الويسكي لقاوها تما حدا رجليه طايحه تما. البوليس سولوا الام ديالو تما بعين المكان، قالوا ليه واش ولدك هذا الولد هذا واش كان مريض؟ قالت لهم لا، الام ديالو لا سيدي ولدي ما مريض ما والو، راه كان فرحان وكان عنده العرس ديالو اليوم. ولكن البوليس علاش سولوا هذا السؤال هذا؟ لانهم قالوا ربما الولد يكون كان كيعاني من شي مرض كمرض القلب، ربما وقع ليه شي كريز كاردياك، شي ازمه قلبيه، لانه كيف قلنا لقاو السيد معليش اثر العنف او طعنات، وبالتالي فملامح القتل ما كايناش. على اي اتصلوا البوليس بالسياره نقل الاموات وتنقلات الجثه لمستودع الاموات. كذلك تم اشعار النيابه العامه على الفور وشرح النازل للنائب وكيل الملك اللي اعطاهم كامل الصلاحيه القانونيه في اجراء بحث في الكشف عن الحيثيات والملابسات ديال هذه القضيه.
على اين البوليس هنا بغاو يعرفوا شكون كان معاه، شكون كان معاه هاد الولد هذا. ما يمكنش السيد غادي يكون بوحدو وغادي يجي هنا ويوقف السياره ديالو ويبدا يشرب، ما يمكنش، اكيد كان معاه شي حد. ولكن سولو كاع صحابو كيقولوا ودي لا ما كناش معاه. ولكن هنا البوليس صارت انتباههم واحد النقطه، هي انه كاين من بعض الاصدقاء ديالو تما اللي كانت فيهم ريحه الخمر، وقالوا لهم البوليس انتم دابا نتوما شاربين اذا شربتوا معاه. وكيقولوا سيدي حنا فعلا شربنا، حنا فرحانين بصاحبنا كان عنده العرس وبغينا نشطو شويه، ولكن راه ما كانش معانا فلان اللي هو العريس، حنا شربنا مع بعضياتنا ولكن هو راه ما كانش معانا. اذا هذا العريس هذا شكون شرب معاه وشكون كان معاه في الطوموبيل؟ على اين البوليس مادام القضيه ما كتبانش بانها جريمه قتل، بان السيد كيف قلنا ما فيه لا طعنات لا ضربات لا اثار العنف، قالوا ربما يقدر يكون مات موته طبيعيه، والبحث في هذه القضيه بقى معلق على تقرير الطبيب الشرعي اللي غادي يكون تقرير صادم، لما اكد لهم بان الضحيه تعرض لحاله تسمم، وحدد لهم نوع الماده اللي هي ماده سائله وهي ماده قاتله ما كاينلاش نذكروها، وبان الضحيه شرب هذه الماده مع الخمر وتسببت ليه في توقف القلب ديالو، توقف جميع الوظائف في الجسم. اذا هنا البوليس لقاو نفسهم امام جريمه قتل، وان البحث في هذه القضيه خدا المسار ديالو، يعني هذه جريمه قتل ماشي وفاه طبيعيه. البوليس لما خبروا الام ديال الضحيه بان ولدها راه مات بحاله تسمم، شارت باصابع الاتهام مباشره صحابو، قالت لي ما سيدي صحابو هما اللي قتلوا لي ولدي وهما اللي شربوا معاه، ولكن حنا كيف قلنا صحابو كيقولوا ودي حنا ما شربناش معاه، وكيضيفوا في الاقوال ديالهم كيقولوا ودي حنا عندنا الدليل باننا ما كناش معاه وما شربناش معاه، راه اخ الضحيه كان معانا لما كنا كنشربوا. وبالفعل عمقوا معاهم البوليس البحث وجابوا اخ الضحيه اللي قال لهم سيدي فعلا انا شربت مع صحاب خويا، شربنا هنا في الدار عندنا، ولكن خويا الله يرحمه راه ما كانش معانا. كيضيف هذا اخ الضحيه في الاقوال ديالو واحد المعلومه اللي كانت معلومه مهمه، قال لي سيدي خويا راه كان في الدار، قال لي وصلت واحد الوقيته جاه واحد الاتصال، جات واحد المكالمه وقال لي انا غادي نخرج وغنجي دابا. قالوا لي واو ما عرفتيش شكون اتصل به؟ قال لي سيدي الصراحه ما عرفتش شكون اتصل به. مزيان، البوليس رجعوا للهاتف ديال الضحيه وشافوا المكالمات الوارده والصادره، كيلقاو بزاف ديال جهات الاتصال اللي اتصلت بالضحيه، كذلك الضحيه اتصل بشي ارقام، ومن بين هاد الارقام لقاو شي مكالمات لم يرد عليها الضحيه، يعني دي زابيل ابسونس، يعني ما جاوبش عليهم، وغالبا هاد الارقام كانوا ديال خوه الضحيه والاصدقاء ديالو. ولكن بحسب ما قال خوه، قال البوليس ودي خويا جاتو مكالمه وجاوب عليها وخرج. اذا البوليس غيشوفوا اخر مكالمه جاوب عليها الضحيه، واللي كانت ديال واحد الشابه خدامه معاه في ديك مدرسه تعليم السياقه. جابوها البوليس قالوا لي انت اتصلتي بسمير البارح مع شي 21 دقيقه؟ قالت لهم فعلا سيدي اتصلت به. ايوا وشنو طبيعه هذا الاتصال؟ وقالت لهم سيدي هذاك الولد خدام معايا وصديق، وانا اتصلت به باركت لي الزواج ديالو، هادشي اللي كاين. ايوا وما تلاقيتيش معاه؟ قالت لي ما انا سيدي علاش غادا نتلاقى معاه، انا راه مرا مزوجه وبراجلي وبوليداتي، انا فقط درت الواجب اللي عليا واتصلت به باش نبارك ليه هاد الزواج ديالو، هادشي اللي كاين، اما انا علاش غادا نتلاقى معاه؟ غريبه هاد القضيه. هنا البوليس افترضوا واحد الفرضيه، قالوا بما ان الضحيه كيقولوا صحابو راه ما كناش معاه، واش فعلا يقدر يكون الضحيه شرب غير بوحدو في السياره؟ ممكن، ولكن شكون اللي دار ليه السم في الخمر؟ والا غادي يكون الضحيه انتحر، وهذا احتمال مستبعد. علاش مستبعد؟ لان الضحيه يبدو انه كان فرحان في ذاك النهار، لابس مزيان كيف قلنا انيق في الجسد ديالو، لابس ملابس معقوله، لابس واحد الكوستيم ديال العرس، لا يعقل انه غادي يشرب السم باش ينتحر، ما يمكنش. بقاو البوليس كيبحثوا في هذه القضيه هذه حتى وصلوا لواحد الفرضيه، قالوا ربما هاد الشيء شي حد كان عنده مصلحه ان هاد الزواج ما يكملش، وبالتالي فاستجواب الزوجه اللي هي العروسه ولا امر ضروري في هذه القضيه.
بالفعل استدعوها، جات عندهم الكوميساريه. في الاقوال ديالها كتقول اسيدي انا كنت مزوجه وطلقت، وبان الطليق ديالها بقى كل مره كيتعرض ليها في الطريق، كيجي ليها حتى للخدمه، وبعض المرات كيجي عند والديها للدار كيطلب منهم ان بنتهم ترجع ليه. ولكن بحسب ما صرحت به هي البوليس قالت لهم انا هذاك السيد تعدى عليا وتكرفس عليا، ما شفت معاه غير المشاكل وصداع الراس، ما قدرتش نرجع معاه، لدرجه انني سمحت ليه في جميع الحقوق ديالي، وانا اللي طلقت نفسي بنفسي. وانا معاه كرهت شي حاجه سميتها الزواج، لدرجه من بعد تقدم لي واحد الولد اللي حتى هو ولد جيراننا وبغاني للزواج، ولكن انا رفضت، لانني بعد ما طلقت وليت كنخاف من شي حاجه سميتها الزواج. هنا البوليس قالوا نشوفوا هاد الطليق ديالها، وبالفعل مشاو عنده البوليس المحل ديالو لهداك السناك. السلام عليكم، السلام، انت هو فلان؟ قال لي يا سيدي هو انا. خداو منه البوليس بعض المعلومات اللي اكد لهم من خلالها بانه فعلا مطلق من هذيك البنت، واكد لهم بانه فعلا كان باغي يردها، ولكن البوليس ديك المعلومه اللي كيقلبوا عليها من عند الطليق ما لقاوهاش. هي لما سولوه على العلاقه ديالو بالعريس قال لهم سيدي انا سمعت بانها تخطبات، ولكن راني ما كنعرفش هاد السيد اللي تزوج بها، وما عمرني شفتو، وما عنديش عليه شي معلومات. اذا ما كايناش شي علاقه اللي كتربط بين الطليق وبين هاد السيد هذا، خاصه ان هاد الطليق كيسكن بعيد في حي اخر على فين كتسكن الزوجه. وزيدون بحسب ما كيقولوا قال لي انا ما كنتش عارف بان عندهم العرس هاد الايام. مع الاسف هاد البيست هادي حتى هي ما عطاتش شي نتيجه، كانت نفق مسدود بالنسبه للبحث، لان البوليس علاش استدعوا السيد وعلاش جاو عنده اللي هو الطليق ديال السيده. قال له لربما بما انه بحسب ما صرحت به الزوجه، قالت لي سيدي انا مطلقه منه، ولكن من بعد كانت عنده رغبه ملحه انه يرجعني، ولكن قالت لي انا ما بغيتش. قالوا ربما يكون بقى عنده ذاك الحقد، ربما ما بغى حتى شي حد يتزوج بها. داكشي علاش هما شافوا واش كاينه شي علاقه بين الطليق ديالها وبين العريس، ولكن مع الاسف ما كايناش شي علاقه، كايناش شي علاقه كتربط بيناتهم. والبوليس لحد الان ما توصلوش شي نتيجه، والبحث بدا كيبان للمحققين كيف قلنا بانه في نفق مسدود، وبقات هذه الفرضيه وهذا الاحتمال ديال ان الضحيه يقدر يكون انتحر وشرب السم، بقات فرضيه مطروحه، رغم انه ما كاينش ما يفيد وما يوحي بان الامر كيتعلق بانتحار. حنا كيف قلنا العريس كان لابس مزيان، ولكن هنا غنشير لواحد النقطه مهمه ومهمه جدا في البحث. المحققين قالوا الا فعلا هذا الولد انتحر شرب هو السم بنفسه، علاش حنا لما مشينا لعين المكان ما لقيناش في السياره شي ماده سامه تما؟ الا كان فعلا الولد شرب السم اكيد الماده غادي يلقاوها بعين المكان، وبالتالي فهاد الفرضيه هذه ديال الانتحار تلغات لحدود الساعات تلغات. كذلك النقطة اللي حيرت المحققين في هذه الجريمة هذه وفي هذه القضية هو أن الضحية أجل يدير هنا بالضبط في الحي الصناعي. ما يمكنش يكون الاختيار ديالو لهذا المكان غير من فراغ، فأكيد جا عند شي حد هنا أو كان عنده شي لقاء مع شي حد هنا، ولكن مع الأسف هذوك الشركات تما وهذوك المعامل ما عندهم حتى شي كاميرا اللي كترصد هذاك الاتجاه بالضبط. وهنا البوليس قالوا واش الضحية جا عند شي حد كيخدم هنا، كيخدم في حي صناعي؟ ممكن، لان كيف قلنا الاختيار ديال الضحيه لهذا المكان غير منطقي. ما يمكنش الولد غادي يجي من بعيد غادي يجي هنا للحي الصناعي باش يشرب، ولا كان بغى يشرب مع صحابه في الدار، ولكن خو قال لي راه جاه اتصال وخرج، اذا كان عنده شي لقاء هنايا. رجعوا عند والدي العريس وسولوهم، قالوا لهم واش كاين شي حد من عائلتكم او شي حد من صحاب ولدكم كيخدم تما في حي الصناعي؟ الام قالت لي سيدي ما عرفتش انا واش ولدي عنده شي صاحبه كيخدم تما، ولكن واحد من ولادها قال لي سيدي خويا سمير راه عنده واحد صاحبه كيخدم تما، وراه هاد صاحبه راه ولد جيراننا. قالوا ليه اش من معمل او لوزين كيخدم فيه؟ قال لهم والله ما عرفت، حيت هو هاد الولد هذا راه كل مره فاش كيخدم مزيان. مشاو عند هاد الولد لدارهم، خرجت اختو قالت لي سيدي راه ما كاينش، راه خدام، ونعتت لهم المعمل، قالت لهم راه خدام في لوزين كذا كذا. لحقوا البوليس تما بالمعمل، خرج عندهم السلام عليكم السلام، قالوا لي انت هو فلان؟ قال لي ما هي. وهنا غنشير لواحد النقطه، هي ان هاد لوزين اللي كيخدم فيه هاد الولد هو اللي وراه لقاو السياره مقتول فيها الضحيه، يعني ورا لوزين.
قالوا لي غادي تمشي معنا شي اسئله بسيطه ورجع. في الكوميساريه قالوا لي نهار الخميس فين كنتي، اي نهار العرس. قال لي ما سيدي كنت خدام. ايوا كيفاش انت صاحبك كان عنده العرس وانت غتخدم؟ هي ما عرضتش عليك؟ قال لي لا سيدي عرض عليا ولكن انا كان ضروري خصني نخدم هذاك النهار. ايوا وقالوا لي علاش بالضبط هذاك النهار كان ضروري خصك تخدم؟ قال لي ما انا كنخدم في واحد لا ماشين ديال لومبالاج، وانا الوحيد اللي في الشركه كنفهم في هذيك لا ماشين وانا اللي كنخدم فيها. قالوا لي تعالى. هزوا البوليس مشاو للشركه، دخلوا كيسولوا على واش هاد الولد كان خدام نهار الخميس ولا لا. وبالفعل اكدت لهم واحد الكاتبه بان هاد الولد خدم نهار الخميس، ولكن راه ما خدمش نهار كامل، بل خدم نص نهار فقط، ومع شي الوحده خرج من الشركه. هنا قالوا لي اسمع، الكاتبه اللي مكلفه بتسجيل الغياب ديال العمال كتقول بانك انت خدمتي نهار الخميس غير نص نهار، خدمتي نص نهار الاول من الصباح حتى الوحده. قال لي لا ما يمكنش، انا نهار الخميس خدمت نهار كامل. ولكن الكاتبه قالت لي لا سيدي انا متاكده، انا اللي مسؤوله هنايا، مسؤوله بتسجيل الغياب وتسجيل الحضور ديال العمال، انا متاكده هذا الولد هذا بانه خدم غير نص نهار ديال الصباح في هذاك النهار. وإلا بغيتو تاكدوا راه تقدروا تطالعوا على تسجيل الكاميرا ديال الباب. وبالفعل مشاو عند السيكوريتي ديال الباب، هو اللي عنده تسجيل الكاميرا. وهنا كانت الصدمه لما لقاو بان السيد فعلا غادر لوزين في هذاك النهار ديال نهار الخميس مع شي الوحده. قالوا لي شوف بعينك ياك انت هو هذا؟ قال لي هو هذا، هو انا. ايوا وعلاش كتكذب؟ السيد سكت. رجعوا مع البوليس الكوميساريه قالوا لي شوف انت دابا كذبتي علينا وقلتي بان هذاك النهار خدمتي النهار كامل، ولكن الكاتبه ثبتت لينا بانك خدمتي غير نص نهار، واللي كيدعم هذا الادعاء ديال انك ما خدمتيش نهار كامل هو تسجيل الكاميرا، وانت هادشي شفتيه بعينك. ياك انت هو السيد هذا اللي في الكاميرا؟ قال لي هو انا. هو السيدي راك خرجتي مع الوحده. دابا قول لينا الله يرضي عليك علاش كذبتي وفين دوزتي هذيك العشيه؟ وقال لي مدوزتها في الدار. مزيان، انت دابا اعترفتي بشكل ضمني بانك خدمتي غير نص نهار، وداك نص نهار دوزتي في الدار. حنا لحد الان متفقين بانك خدمتي غير نص نهار. ايوا وعلاش كذبتي علينا؟ البوليس لصقوا لي في هذا السؤال هذا، كيتهرب في الاقوال ديالو، حاول يتلاعب بالبوليس، ولكن النقطه اللي كيرجعوا ليها مع البوليس هي علاش كذبتي علينا. السيد تحاصر وعرف بان البوليس لصقوه في هذا السؤال هذا ديال علاش كذبتي علينا، لانه هو كذب عليهم. قال لي ما انا ذاك النهار خدمت نهار كامل، وتثبتوا ليه بانه من خلال الكاتبه المكلفه بتسجيل الغياب ديال العمال بانه خدم غير نص نهار. كذلك رغم ذلك بقى ناكر، وتثبتوا عليه الحجه اللي شافه هو بعينيه من خلال تسجيل الكاميرا بانه غادر لوزين مع الوحده ديال النهار ديال هذاك النهار. اضطر يعترف. قال لي ما سيدي انا اللي درت السم لسمير في الشراب. وحول تفاصيل ارتكاب هذه الجريمه كيقول سيدي انا هذيك البنت اللي تزوج بها هو انا اللي كنت خطبتها، ورغم ان والديها بغاوني ولكن هي رفضات. اذا تبين البوليس بان هذا هو الولد اللي جا خطب البنت لما طلقات. جابوا البنت وقالت لهم سيدي هذا هو اللي كان جا خطبني بعد ما طلقت وراه حتى هو ولد جيراننا. مزيان، زيد كمل. قال لهم سيدي ما تقبلش انه يكون عارفني بانني مشيت خطبتها ورفضاتني. قال لهم هو عارف، ومن بعد مشي خطبها هو وتزوج به. قال لهم رغم هو الصديق ديالي وكان عارف كل شيء وحنا اصحاب الروح بالروح ولاد الجيران، عارفني بانني مشيت خطبتها ورفضاتني. قال لهم مشي هو يتزوج بها. قال لهم درت بحال ما وقع والو، وباركت لي بحالي بحال الناس، قلت لي الله يكمل بالخير وكذا كذا. وهذاك النهار نهار العرس اتصلت بيه وقلت لي دوز عندي تسناني ورا الوزين باش جيت توصلني للدار باش ما نتعطلش وكذا كذا. وجا عندي بالطوموبيل، ركبت معاه وجبت جوج ويسكيات. هو قال لي يلا باش تبدل حوايجك راه حنا تعطلنا وكذا كذا. قال لهم ولكن انا قلت لي هذيك الساعه بلاتي يا صاحبي نشربوا غير هاد جوج ويسكيات. قال لهم نتحركوا. قال لهم وحده كنت فاتحها انا قبل. قال لهم هي اللي درت فيها السم. قال لهم لما طلعت مع السياره درت براسي بحال انا يلا غادي نفتحها. قال لي فتحت لي الويسكيه وعطيته يشرب. قال لهم وحتى انا شربت. قال لي ما بقيت معاه في السياره حتى مات على خاطره. وخديت التليفون ومسحت النمره ديالي من المكالمات اللي كانوا بيني وبينه ونزلت مشيت للدار مباشره. كانت هذه هي الاعترافات اللي تضمنها المحضر الرسمي ديالو، هذه الاقوال اللي صرح بها. السيد ما تقبلش انه يشوف صاحبه تزوج بالبنت اللي خطبها هو.
البنت اللي خطبها هو ورفضاتو تزوجت بصاحبه، خاصة انهم كلهم ولاد درب واحد. البنت من دربهم والعريس تا ولد جيرانهم هما كلهم من درب واحد. هذا الولد هذا بدا كيبان ليه بان كل شيء في الدرب عارف، كل شيء عرف بانه هو تقدم ليها الخطبه ورفضاته، ولما جا صاحبه تزوجت به، عرف بان الناس غيبداو ينظروا ليه نظره ناقصه. هو هادشي اللي قال ليه راسو، بدا كيشوف بان الحل الوحيد هو هذا الزواج ما يكملش، وبالتالي الحل هو يقتل صاحبه. وكون تحت ليه الفرصه كان ربما يقتل حتى البنت، ربما كل شيء ممكن. هاد الولد تحرر محضر رسمي في حقه، وتقدم للعداله وتحكم بالسجن 30 سنه. كانت هذه هي تفاصيل جريمه اليوم واطوار البحث في هذه القضيه. ولكم متابعينا الكرام واسع النظر، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.